بنت بتتجوز من الشاب اللي بتحبه، لكنه بيختفي في رحلة استكشافية، ولما بيرجع بعد سنين علشان يلاقي مراته اتخطبت. انتوا بتسمعوا محمد شمس، وده فيلم من الاخر. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. ايما وسام اصدقاء، وبيعرف سام انها معجبة بجيس زميلهم بطل السباحة، لكن سام بيكون معجب بيها من زمان جدا وبيغير من جيسي في نفس الوقت. وبيعدي الوقت وبيقرب جيسي اكتر من ايما، وبيحس ان هما شبه بعض في حاجات كتير. وبعد 7 سنين بيقرر جيسي انه يتقدم لها للجواز، وبتوافق فعلا على عرضه، وبيتجوزوا في كوخ في الغابة. وبيكون سام مخرج افلام وثائقية، وبيجيله تصوير في ولاية الاسكا. لكن تاني يوم بتعرف ايما ان الطيارة بتاعت جوزها وقعت في المحيط، والكل مات اللي فيها ما عدا جوزها بيكون مختفي ومش لاقيين جثته. وبتفضل بعدها بشهور مصدقة ان جيسي لسه عايش بالرغم ان الحكومة اعتبرته مات. وبتخرجها ماري اختها من حالتها، وبتعرض عليها ان هي ترجع معاها للمكتبة بتاعت عيلتهم علشان تديرها، وبتوافق على كلامها وبتروح معاها. وبعد 4 سنين بتكون ايما غيرت حياتها جدا، وبيرجع سام لحياتها تاني بعد اختفاء جيس، وبيكون خطب ايما وخلاص فرحهم قرب. وتتفاجئ ايما بتليفون، وبيطلع جيسي وبيعرفها انه رجع، لكنها بتتصدم وبتقفل في وشه السكة. ولما بتحكي لسام بيسيبها تفكر. وماري اختها بتكون محتارة معاها نفس الحيرة، وقرر تروح تقابله من غير خاتم جوازهم. ولما بتروح لبيت جيسي وبتقابله بيعرفها هو قد ايه كان مفتقدها في حياته السنين اللي فاتت، لكنها بتصدمه وبتعرفه ان هي دلوقتي مخطوبة وعلى وش جواز. وبيطلب منها ان هي تمشي علشان يقدر يمتص الصدمة دي ويقابلها بكرة. ولما بتروح لسام بيقول لها انها لازم تاخد حاجتها وتقعد يومين في بيت اهلها علشان تفكر هتكمل مع مين بالظبط. وبتمشي ايما، لكنها بتروح على الكوخ بتاع جيسي، وبالليل بيفتكر اللي حصل معاه. ولما الطيارة غرقت هو عام لغاية جزيرة وقعد عليها 4 سنين لغاية ما عرف يرجع تاني. والصبح بتعرفوا ايما ان حياتها اتغيرت خالص في الفترة اللي هو كان بعيد فيها، زي انها مسكت شغل المكتبة مع ماري اختها. وبسبب الصندوق بتاع الذكريات بتاعها بيعرف جيس ان هي شالت اسمه من الاي دي بتاعها، وانها اتخلت عنه كزوج قانونا. ولما بيواجهها بتعرفه انها فقدت الامل ان هو ممكن يكون عايش بعد 2 من اختفائه، لكنه بيرد عليها وبيقول لها انه ما كانش فاقد الامل خالص، وبيفكر فيها طول السنين اللي فاتت دي وهو على الجزيرة لوحده، وان هي نسيته بسهولة. وبيطلب منها ان هي تمشي، وبتسيبه فعلا وبتمشي وترجع تكمل مع سام تاني اللي بيكون شغال مدرس موسيقى. وبيقابلها جيس مرة كمان، وبيطلب منها ان هما ينسوا الماضي كله ويسافروا مع بعض، لكنها بترفض لان هي اتغيرت جدا وبقت بتحب المكتبة وعيلتها اكتر ومش عايزة تسيبهم. وبيقرروا يبعدوا عن بعض لما كل واحد ملقاش نفسه مع التاني. وبترجع ايما لسام وبيتجوزوا، وبعد 2 بتكون ايما حامل، وبتقرا رسالة جاية لها من جيسي وبيعرفها انه حاليا مرتبط وعايش في حياة السفر ومبسوط فيها مع الانسانة اللي بيحبها دلوقتي واللي رجعته لحياته تاني. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا. وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.